بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم. يوم جديد كده اهوت من عند الفراخ البيضة. طبعا بقالي امبارح كده ما صورتش، بس حبيت كده ان انا اصورها برضو معاكم علشان حبايبي اللي متابعين معايا. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده الفراخ بدأت طبعا تتغير وتحلو اكتر من الاول. الفراخ الحلوة بتزيد معاكي كده وبتبصي تلاقيها يومها بقى بيومين ان شاء الله. باذن الله هنوزن قريب باذن الله، عشان برضو الناس اللي متابعه معايا الاوزان. انا بدات كده اطلع عندهم اهوت، بدات اشوف الفرشه، بدات اشوف كل حاجه. زي ما انتم شايفين كده هم واقفين جعانين، يعني هم واقفين كده جعانين مستنيين الاكل. ليه بقى؟ لاني انا مش بهدر الاكل قدامهم، يعني بجوح شويه حاجات بسيطه علشان اي خلطه ببدا اعملها للفراخ تبدا تاكل معايا وتبدا تاكل بزياده. وفعلا لما بعمل كده انت بقى بتلاحظي ان الحويصله عندهم بدات تتملى كده، وبداوا الفرخ ياكل ويشبع. فخدي بالك من النقطه دي. حاجه كمان بالنسبه برضو لدرجات الحراره، زي ما انتم شايفين الجو بدا يهوي، فعلى قد ما تقدري كده ظبطي بقى دنيتك، ظبطي التهويه. انا مش بفتح شبابيك دلوقتي، انا معتمده على الشباك عندي بالسلك كده. بسيب الجزء اللي فوق، حته من الجزء اللي فوق مفتوحه، بتدخل شويه هوا ليهم، بتبقى حلوه جدا. تعالوا كده ان شاء الله هنخش بقى على خلطة النهاردة كده، وهقول لكم برضو انا هعمل ليهم ايه بإذن الله. خلطة النهاردة هتبقى مميزة جدا جدا معاكي. للناس بقى اللي بتشتكي ان الفراخ مش بتاكل، الناس اللي بتشتكي ان الفرخ ضعيف معاها، الخلطة بتاعت النهاردة فوائدها جميلة 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 جدا. بس بالله عليكي انزلي كده حطي لي اللايك وشجعوني. شجعوني يا حبايبي باللايك عشان بس القناة تستمر شوية، لان انتوا مش بتحطوا اللايكات على الفيديو. فبالله عليكي لو عجبك الفيديو، يعني لو عجبك، انزلي كده وشجعيني، اديني طاقة كده ايجابية عشان ان شاء الله نكمل مع بعض باذن الله الفيديوهات. انا بحب يعني اصور معاكم فيديوهين في اليوم علشان الاستفادة. والله ودي اعمل لكم 3 فيديوهات كمان، بس مفيش تشجيع خالص باللايكات. فاللايك ده هيفرق معايا انا كده ان شاء الله باذن الله ان القناة تفضل مستمرية معاكم. مش هطول عليكم يا حبايبي، بس يلا انزلي بقى شجعيني باللايك. تعالوا كده بقى نخش على الخلطة كده على طول، وهقول لكم مكوناتها ايه. وليها كذا طريقة وليها كذا حاجة انت ممكن تعمليها. الخلطة دي تشتغلي كده من بعد ال20 يوم تبدأي تعملي الخلطة دي. الخلطة دي عبارة عن زبادي، وعبارة عن طحينة، وعبارة عن عسل أسمر. 3 حاجات اهوت، وهزود كمان عليهم حاجة انتوا هتبدأوا تشوفوها دلوقتي. بدأت كده الزبادي ده لازم ما يكونش عليه الوش، يعني تكوني انت شايله وش الزبادي كده من عليه. بدات كده خدت معلقه اهي صغيره كبيره شويه، يعني معلقه صغيره مليتها كده. وهبدا اخد برضو معلقه عسل صغيره، يبقى خدت معلقه زبادي معلقه زبادي صغيره، ومعلقه عسل برضو صغيره. وهاخد برضو معلقه طحينه برضو صغيره، من كل حاجه كده معلقه صغيره. زي ما انتوا شايفين كده هبدأ ان انا افضي الخلطة دي. الخلطة دي بقى ممكن ان انت تاخدي ال3 حاجات دول وتبدأي تحطيها في المية يبدأ يشرب منها. وممكن تبدأي تعملي زي ما انا عملت كده. بصوا هبدأ بس هدمجها كده مع بعض حاجات بسيطة، وهبدأ برضو هدخل عليها مكون كده رابع. المكون الرابع ده حلو جدا جدا معاكي. الخلطة دي فوائدها بقى للطيور ان هي بتخلي الفرخ يهضم. الزبادي بيخلي الفرخ يهضم كويس جدا معاكي. وطبعا لو انت اشتغلتي على معدة الطائر في موضوع الهضم ده هيبقى حلو جدا. خدت اهوت معلقة صغيرة حلبة مطحونة، حلبة مطحونة. بصوا حبايبي، اما تيجي تجيبوا الحلبة هاتوها من عند العطار، قولوا له احنا عايزين حلبة مطحونة ب3 جنيه. 3 جنيه دول هيقعدوا معاكي فترة طويلة جدا، يعني ما تزوديش عن 3 جنيه ماشي. هاتيلك في، خدي بالك، في حلبة اللي هي بتاعت المغات، وفي حلبة اللي هي المطحونة دي. فهاتي الحلبة المطحونة، قولي له كده اكدي عليه ان هو يجيب لك حلبة مطحونة، بدل ما انت تجيبيها وتطحنيها في البيت، هاتيها جاهزة. زي ما قلت لكم كده انا بعمل صندوق للفراخ في الاعشاب والكلام ده كله، فانت كمان اعملي كده. الخلطة دي بقى من فوائدها زي ما بقولك ان هي بتخلي الفرخ يهضم معاكي، بتخلي الفرخ معاكي ياكل اكتر من الاول، بتخلي الفرخ معاكي يحلو كده. شايفين السقايات؟ انا بوريكم بس انا هعمل بدأت كده احطهم في بلاستيكه كده، وبحط معلقتين خل كده، وببدأ بقى بالسلكه اللي انتوا شايفينها دي كده لازم اغسل السقايه. بصوا هي ما بتاخدش مني وقت ولا حاجه، بس في الوقت بقى اللي احنا فيه ده كل ما الفرخ ما بيكبر معاكي كل ما بيحتاج الاهتمام الاكتر.
يعني بمعنى إيه، الناس اللي عندها بطارية يا حبايب قلبي، موضوع السبلة اللي بتنزل في الدرج ده تتنضف مرتين. أنا باطلع مرة الصبح وباطلع مرة آخر النهار، إيدي كده على طول في الحاجة، علشان أتجنب موضوع أي ريحة مش كويسة، وعشان خاطر كمان البطارية أحافظ عليها. يعني لازم نحافظ على حاجتنا برضو على قد ما نقدر كده. فبرضو يعني إيه، لما بيكبر كده الفرخ معاكي تبدأي إن انتي إيه تظبطي الدنيا. طول ما أنتِ مضبّطة بقى الدنيا كده، الدنيا بتبقى زي الفل. ليه بقى باقول لِك الكلام ده؟ لإن السقاية حتى أنتِ أمّا بتيجي تغسليها بتلاقي جواها كده مادة لزجة، فما لهاش لازمة خالص. ديّة بقى هتزوّد معاكِ السموم الفطرية، والسموم الفطرية دي بتبوّظ الكبد والكلى، وبتبوّظ كده إيه أمعاء الطائر معاكِ، وتخشي في مشاكل ما لهاش إيه عدد، فما لوش لازمة. حاجة بسيطة كده. معايا إيه بقى، معايا ليمونة النهارده كده، الليمون دوّة فيتامين C حلو جدًا بقى في الوقت اللي إحنا فيه ده. بُصّوا هابدأ كده أهوّة هاعصر نُص الليمونة كده زي ما أنتِ شايفة كده، وهابدأ أقدّم لهم على طول علشان يشربوا من المَيّة دي. أهوّة يبقى إحنا النهارده عملنا إيه، عملنا العسل والطحينة والإيه، والزبادي وكل الحاجات دي فواتح شهية معاكِ. الخلطة دي اعتمديها أنتِ إن شاء الله هتلاحظي الفرق بقى. يعني أنتِ هتلاحظي الفرق بنَفْسِك، هتلاقي الكتكوت أو الفرخ بقى إحنا نقول عليه فرخ، بدأ كده ياكل معاكِ بزيادة وبدأ يزيد، ويومه يبقى بيومين. يعني بُصّي بتفرق الصراحة الخلطة دي جامد مع الفراخ لمّا باجي أعملها، بتلاقيها اتغيّرت. هابدأ كده أهوّة غسلت كل حاجة، عقّمت كل حاجة، هابدأ بقى إن أنا إيه، أقدّم لهم كده يشربوا كده زي ما أنتم شايفين بإذن الله. بُصّوا يا حبايبي، حابة إن أنا أقول لكم على حاجة برضه، بالنسبة للناس اللي بتربي في البطارية، حابة أورّيها حاجة. شايفين ده يا حبايبي، ده كده صمغ كده أنا شارياه، البرطمان ب15 جنيه تمام. هو بيبقى كده، هاتي ده ما تجيبيش البلاستيك. هاقول لِك ليه بقى فايدته إيه عشان أنتِ برضه تبقي واخدة بالِك. بُصّي بقى فايدة بقى اللزق دوّة، إن أنتِ بتبدئي تلزقي اللي هي المواسير من برّه كده، الخراطيم، علشان ما تكُبّش معاكِ مَيّة. يعني أنا مشكلتي برضه إن المواسير عندي بتنزّل مَيّة، فأنتِ تدهنيها مرّة كده ومرّتين. حابة بقى أقول لِك طريقة الفتح إزاي، بتتفتح كده بالسكينة، تفتحيها كده بالسكينة بتبدأ تتفتح. شايفين شكله عامل إزاي أهو. ده صمغ كده للناس بس اللي بتربي ببطارية، حبيت بس إيه أفيدِك برضه عشان إيه تبقي أنتِ عارفة. أنا بابدأ ألزق كده البطارية من مكان الخرطوم علشان ما يكُبّش مَيّة في الأرض. يا رب فيديو النهارده كده يكون عجبِك واستفدتِ منّي وطلعتِ منّي بمعلومة بسيطة. باحبكم في الله يا حبايبي، ما تنسوناش بقى في اللايك. وإن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية هتبقى فترة تحوّل بالنسبة للفرخ، هنعمل خلطات كتيرة برضه، وهنبدأ كده هنشوف. هاقول لكم برضه على حاجة حلوة جدًا إن شاء الله في الأيام اللي جاية، وهنوزن وهنشوف الأوزان إيه. ما تنسونيش بقى يا حبايبي في اللايك. أشوفكم إن شاء الله بكرة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.